طبعا عن جد فكرة هالفضاءات بالأماكن العامة للشباب وللأطفال هي أفكار كثير حلوة، منه شغلات للياقة، للرياضة، ألعاب أولاد صغار. عن جد أفكار كثير حلوة وحبيت، وقليل من الدول بتفكر بشعبها هيك والله. يعني شايفين بالإضافة للأجواء الحلوة وعلى البحر عاملين هون شغلات اللياقة البدنية للشباب، وفي لقدام ألعاب للأولاد الصغار. يعني هاي الملاحظات انتبهت عليها كتير بالمغرب، عاملين كتير فضاءات بالأماكن العامة للأطفال بالشباب وللعائلات. يعني عن جد ما شاء الله منا كتير لنتعلم من الشعب المغربي وتفكير الشعب المغربي، وكيف سوى هالبلد الحلوة وهالمملكة أكثر من رائعة. شايفين أفضل شيء إنه واحد يستغل الفضاءات المفتوحة في بلده، يخصصها للأطفال للشباب يتمرنوا اللياقة البدنية، للعائلات يطلعوا يشموا هواء منفس. يعني كأنه عم بتسوي مشروع ترفيهي للعائلات، ولكن مجانا بالساحات. مثل ما انكم شايفين أدوات للتمرين البدني، شوية ألعاب للأطفال، خلي هالولاد يلعبوا بهالساحات. عن جد فكرة كتير حلوة وكتير روعة، ولازم نتعلم هالشي من المملكة المغربية الشريفة. عن جد تحياتي لكم، تحياتي ناس المغرب. شفتوا الأجواء الحلوة على البحر، هي الساحة المفتوحة على البحر، حاطين وراء ألعاب الأطفال وأدوات لياقة البدنية.